عسلامة، نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم فيديو جديدة، حبيت نشارك معاكم طريقة جدا سهلة لعمل الدجاج المصلي أو الدجاج المحمر في البيت تماما كما يباع في المطاعم، وأيضا بنفس الوقت نشارك معاكم آلة لعمل البطاطا المقلية ولكن بطريقة صحية باستعمال ملعقة زيت صغيرة فقط. طبعا بكلنا من محبي البطاطا المقلية، ولكن للأسف نعرف كلنا اللي هي غير صحية لأنها تكون مشبعة بالزيوت، لذلك حبيت أني أشاركها معاكم وأفيدكم. فلو حبيتوا تشوفوا الفيديو خليكم معايا للآخر. أول حاجة في طبق نحط ملعقتين كبار من توابل الدجاج، وعليهم ملعقة صغيرة ملح، وأيضا 5 فصوص ثوم تقريبا تكون مطحونة، ونحط عليهم علبة من الياغورت الطبيعي أو اللي هو الزبادي، وعليهم نصف عصير ليمونة. بطبيعة الحال مش لازم إنكم تتقيدوا بالتوابل هذه اللي استعملتها في الفيديو، ممكن إنكم تغيروا على حسب رغبتكم أو تضيفوا على حسب رغبتكم مثل الزنجبيل، الفلفل الأسود، الزعتر، ولكن من الأساسي يكون موجود في الوصفة الياغورت الطبيعي، عصير الليمون، الثوم والملح. ومن بعد ما خلطت المكونات الكل مع بعضها نجيب الدجاجة ونبدأ ندهنها بالخليط هذايا اللي تحصلت عليه. كيف ما تشوفوا كأنه نعمل لها في مساج، نحاول ندخل الخليط في كل منطقة في الدجاجة، حتى انه نحاول ندخله ايضا تحت الجلد باش الدجاجة تشرب لذيك الفيحة وتطلع بنينة اكثر. ومن بعد ما فوحتها بكلها نغطيها ونخليها ترتاح على الأقل لمدة ساعة. دونك نخليها ترتاح شوية ومن بعد نرجع لكم. 1 hour later. ومن بعد ما خليناها ترتاح شوية، دونك جبت القالب هذايا اللي وريته لكم في فيديو سابق عن مشترياتي عبر الانترنت. نخلي لكم رابط الفيديو في خانة المعلومات لو كان حبيتوا تشوفوه، وأيضا ستجدون بالفيديو رابط الموقع لو كان تحبوا تشتروه وتجربوه. بصراحة يا بنات هذا القالب رائع جدا، بصراحة ننصحكم انكم تشتروه وتجربوه. المهم ركبت القالب متاعي بالطريقة هذه كيف ما شفتوها، ومن بعد نحط عليه الدجاجة بهذه الطريقة. وطبعا الطريقة مش محتاجة أي شرح أو تفسير لأنه أعتقد أنه واضح لكم في الفيديو. المهم ومن بعد هذايا الخليط اللي اتبقى في الطبق، طبعا مش باش يمشي خسارة، نصبوا عليه كأس ماء، ومن بعد نصبوه في الصحن هذايا ولا في القالب اللي حطينا فيه الدجاجة. وتو من بعد تفهموا علاش. وتو ما تبقى إلا أن نأخذها للطهي. بالنسبة لي استغنيت على الأطباق الموجودة في الفرن، وحطيت الطبق هذايا في أسفل الفرن، وحطيت عليه القالب اللي حطيت فيه الدجاجة بهذه الطريقة. وأيضا صبيت في الطبق الكبير هذايا كأس ماء باش ذيك الزيوت اللي تهبط من الدجاجة دونك ما تشدش في الطبق. A few moments later. وتوا باش تفهموا يا بنات علاش حطيت الماء وباقي هذاك الخليط من التوابل في الصحن الصغير هذايا في القالب. هو انه استيوس يا بنات، لازم انكم على الاقل 3 مرات وهي تطهى انكم تحلوا عليها الفرن وتاخذوا شويه بالملعقه من الخليط هذايا وتحطوها كيف ما تشوفوا في الفيديو فوق الدجاجه. الطريقه هذه يا بنات تخلي انه الدجاجه ما تكونش ناشفه وجدا طريه. 1 hour later. وسايي الدجاجة متاعي طابت، دونك نخرجها من الفرن ونوريها لكم. بالنسبة لي لأنها دجاجة كبيرة استغرقت تقريبا 1.5 ساعة من الوقت على درجة حرارة 190 درجة، ولكن لو كانت دجاجة صغيرة ممكن تستغرق معكم ساعة على نفس درجة الحرارة. دونك كيف ما تشوفوا هذه هي الدجاجة متاعي حضرت، شكلها كيف ما تشوفوا جدا رائع. بالنسبة لي نحبها محمرة جدا بهذه الطريقة. الحصيلو يا بنات ما نحكي لكمش على بنتها، من اللي نودكم ولا نشهيكم جربوها يا بنات واعطوني رايكم. وخلونا توا نمشوا للجزء الثاني من الفيديو باش نوريكم آلة قلي البطاطا بملعقة صغيرة فقط من الزيت. وهذه هي الآلة يا بنات اللي حبيت نشاركها معاكم لقلي البطاطا بملعقة صغيرة فقط من الزيت. كيف ما تشوفوا حجمها متوسط مش كبير ومش صغير، وتجي معاها الملعقة الصغيرة هذه اللي باش نقيسوا بيها كمية الزيت اللي باش نحطوه في الآلة. دونك باش نضغط على الجنب من هنا فيها زر اللي باش يفتح بيه الآلة بهذه الطريقة. وبطبيعة الحال حضرت البطاطا متاعي قصيتها قطع كيف ما تشوفوها، ونحطها في الآلة بكل بساطة.
ومن بعد باش نصب لها الزيت اللي باش نقلي فيه البطاطا، اللي يشوف الكميه هذه ممكن ما يصدقش كيف اني في الاول، ولكن فعلا يا بنات الكميه الصغيره هذه من الزيت باش تقلي لنا البطاطا هذه كلها. بصراحه من وجهه نظري الاله هذه لازم تكون موجوده في كل بيت، لانها فعلا صحيه واقتصاديه، ما تتطلبش كميه كبيره من الزيت، وايضا ناكلوا بطاطا صحيه مش مشبعه بالزيوت. المهم من بعد نسكر الباب بكل بساطة، وكيف ما تشوفوا هذا هو المنيو متاعها. فيها دو بوطون، البوطون هذايا اون اوف، والبوطون الثاني هذايا اللي تحددي به الوقت. طبعا موجودة فيها كيف ما حكيت لكم منيو تعطيكم الوقت اللي المحدد، مثلا اللي قال لي 750 جرام من البطاطا، المدة اللي قال لي كيلو بطاطا، المدة اللي قال لي مثلا لو كان دجاج او لحوم او ايضا خضروات، ممكن انكم تستعملوها القلي برشا حاجات. دونك بالنسبة لي كمية البطاطا هذه أقل من كيلو، فاخترت المنيو اللي هو أقل من كيلو، واللي هو تقريبا 30 دقيقة. نخليها دونك تقلي البطاطا على راحتها، وكي تكمل نرجع نوريها لكم. والحاجة الباهية في لاباغي هذه انه وقت اللي سايي الوقت متاعها يكمل تعمل لك اون بوتيت سونري، تعمل لك رنة ممكن انك تسمعيها حتى لو كنتي في غرفة اخرى. دونك كيف ما شفتوا هني سايي الوقت متاعها كمل. دونك نعري الغطاء كيف ما وريتكم على جنب البوطون هذايا، وفيها اليد هذه زادا ممكن انه نسحبها ونهز القلاي الكل ونفرغ البطاطا المقلية في صحن. وطلعت يا بنات لذيذة جدا، طعمها تماما مثل المقلية على النار. الفرق الوحيد انه هذه اكثر صحية لانها مش مشبعة بالزيوت، وايضا اقتصادية لانه الفرق واضح في كمية الزيت اللي استعملناها، واللي هي ملعقة صغيرة فقط من الزيت. بصراحة أنصح كل بنت تكون عندها هذه الآلة في البيت، سعرها بصراحة يستاهل، وتجدونها في الأغلب في كارفور. وبالنسبة لي عملت معاهم صحن سلطة مشوية لأنه أنا من عشاقها، وأعتقد أنه التوانسة الكل يحبوها، ولكن كيف ما تشوفوا ما زلت ما زينتهاش. وبالنسبة للي من بلدان أخرى لو حبيتوا أنه أقدم لكم الوصفة كاملة في فيديو آخر أخبروني في خانة التعليقات، وأنا متأكدة أنكم باش تحبوها لأنها سهلة وجدا لذيذة. ويا بنات وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة حتى تشجعوني أنه أقدم لكم فيديوهات أكثر. أنا ما بقي إلا أن أترككم في رعاية الله، وإن شاء الله أشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد.